السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. خبر مهم اليوم. سيادة الرئيس يستقبل وفدي هيئة التفاوض والائتلاف للتهنئة بتوليه مهام رئاسة الجمهورية. مبروك سيادة الرئيس أحمد الشرع. مبروك حكومتنا الموقرة جميعا. ولكن على موضوع الائتلاف هناك عدة أسئلة نريد نوجهها للسيد أحمد الشرع. هل الائتلاف السوري على مدى عمر الائتلاف السوري أو على مدى عمر الثورة السورية، ابتداء بمعز الخطيب انتهاء بآخر رئيس للائتلاف الوطني، قدم للشعب السوري الموجود في إدلب أو للمهجرين الموجودين في إدلب أي شيء من أموال أو تبرعات أو إغاثي أو على الصعيد الإنساني أو على صعيد التعليم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الحكومي الموقرة، هل الائتلاف نفس السؤال، هل الائتلاف قدم للمهجرين في إدلب سواء على مستوى التعليم أو على مستوى الإغاثي أو على مستوى الغذاء أو الدواء أو أي شيء؟ هل قدم الائتلاف للنازحين في إدلب أي شيء، علما بأن النازحين الموجودين في إدلب هم من كل أبناء المحافظات السورية، يعني لا يتميزوا بلون واحد أو طابع واحد، فيهم كل مكونات الشعب السوري. هذا السؤال. السؤال للسيد الوزير، وزير الدفاع، هل قدم الائتلاف لكم أي شيء من الدعم العسكري أو عن طريق أموال أو أي دعم عسكري في سبيل تحرير سوريا؟ كل الأجوبة أنا راح جاوب عنكم لا. السؤال الأول هذا ما يعنينا نحن كشعب. أنا بتحدث واحد من الشعب. السؤال بيطرح نفسه. الائتلاف الموقر تنادي بالديمقراطية، تنادي بحقوق الإنسان، بحرية المرأة، بحرية الصحافي، بكل أنواع الحرية، بكرامة الإنسان، العيش المشترك، كل الكلام بتنادي فيه يا ائتلافنا الموقر على مدى الثورة السورية. السؤال الأول، مو من حقنا نسألكم أنتم كائتلاف مثل الشعب السوري على مدى 13 سنة أو 13 سنة خلينا نقول، وين رحتوا بهالأموال هاي؟ طبعا أنتم كلكم مثقفين، يعني ما جبنا واحد من عامة الشعب وقلنا له لنسلمك. طبعا كان عندكم محاسبين وعندكم كل شيء. الأموال هاي وين راحت اللي جمعتوها باسم الشعب السوري أو اللي قدمت من دول على أساس منح للشعب السوري وعلى أساس توصل لدعم الشعب السوري؟ نحن ما عم نقول أنتم حرامية، لا أعوذ بالله، ما أنكم حرامية إطلاقا، بس ولكن أنتم كمتعلمين ومثقفين ومتحضرين وكل واحد منكم قبل اسمه دال، من الواجب عليه يعني للنزاهة يقدم كشف نزاهة وين راح بها الأموال هاي، سواء العنصر النسائي أو الرجال، يعني ما عم كل من مثل الائتلاف على مدى زمن الثورة. من حق الشعب تماما أنه يتساءل، ونطلب منكم خطاب نزاهة قبل ما تبدأوا بحل الائتلاف. خلوا الائتلاف موجود يا أخي، خلوا الائتلاف موجود، لأنه أنتم كل ما طال الزمن، أنتم حتى تاريخ اليوم طالما ما طلع خطاب نزاهة فأنتم مسؤولين عن هذا اليوم. وهذا بعتقد حق من حقوق الشعب، مثل محاربة الشبيحة، مثل محاكمة الشبيحة والقتل والمجرمين، وهذا إجرام بشكل آخر. يعني حتى لو كنتوا أنتم كل الائتلاف السوري نزيهين وطيبين وهيئة التفاوض والكل، مو واجبنا نحن كشعب نتساءل ونقول لكم قدموا لنا خطاب نزاهة؟ شكرا ائتلافنا الموقر وشكرا حكومتنا. المفروض حكومتنا هي اللي تطالب بهالكلام هذا وتطلع ببيان وتخرج ببيان لتوضح للشعب انه تفضلوا قدموا للشعب، انتم مثلتوا الشعب لفتره معينه. لانه نحن بعد فتره يعني جايين جايين انتم على الحكومه حاليا لتملوا شروطكم علينا، الليبراليه والديمقراطيه والعداله والاشتراكيه وكل المسميات وحقوق المراه وحقوق الاقليات وكل هذا اللي تيجوا تملوا علينا، وما بحق لنا نسالكم وين رحتوا بها الاموال على مدى عمر الثوره السوريه. عم بحكي باسمي كمواطن، انا مثل الالاف وملايين السوريين.
بحق لهم يسألوا. حاليا عندنا مؤسسات منهارة، دولة منهارة، يعني إذا جامعين لنا شوية أموال ومخبينا لنصلح موضوع الكهرباء، أو تصلحوا لنا شيء شغلة تفيد الشعب، أو القطاع الصحي، أو القطاع التعليمي اللي هو أهم. 14 سنة من الأجيال المتتالية المتعاقبة اللي ما في لا تعليم ولا شيء. شكرا لكم.